من زمان وحوار ان يبقى فيه اغاني ومزيكا موجود معانا، ومفيش حاجه غريبه يعني، شويه مزيكا عليها شويه كلام عادي، والكلام بيتقال بشكل منسق باسم قافيه، بيديله رنه كده بتخلي شكل الكلام لما يتقال على الايقاع مرتب وطالع حلو كده. بس الاغاني دايما كانت بتتكلم في مواضيع محصوره مش في كل حاجه، واغلب الاغاني كان فيها تمييز. يعني مثلا انا سنجل ليه اسمى اغنيه رومانسيه مش بيس يعني، فتظهر موجه جديده باسم الاغاني الشعبي. بنتكلم وقتها على اننا قدام تجربة جديدة. ولما اقول اغنيه شعبيه ما اقصدش خالص بيها الجيل الجديد المهرجان، يعني الاغنيه الشعبيه الموجوده من زمان، احمد عدويه، راحوا الحبايب بالوا معام والتاني، حسن الاسمر، كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب. الاغنيه الشعبيه بتتكلم عن الناس في الشوارع والحاره والحكايه اللي دايره معاك ومعايا. مش لازم امير الشعراء يكتب اغنيه عشان تتغنى، لا خالص. فقالوا كلام عادي جدا، يعني ممكن ان احنا الاثنين واحنا قاعدين مع بعض، او احنا كلنا واحنا قاعدين مع بعض نقوله. والاغنيه الشعبيه مش هقول لك ان احنا اول ناس عملناها، لا، بره في حاجه اسمها الكانتري ميوزك. زي في امريكا مثلا بيسمعوا كانتري ميوزك. الكانتري ميوزك ده مزيكتهم دي الاصل، ودي مش هتكلم فيها دلوقتي، دي عايزه حلقه لوحدها اصلا. فالمهم ده حاجه كده زي الاغنيه الشعبيه هنا في مصر، بس في نقله مهمه جدا حصلت في الاغنيه الشعبيه اللي ممكن نقسمها عادي بان الاغنيه الشعبيه قبل احمد عدويه حاجه وبعد احمد عدويه حاجه تانية اصلا، لان ده كان هو الطفره في عالم الشعب، وبالاخص لما نزلت اغنيه زحمه يا دنيا زحمه اللي بتمثل الشارع المصري. مصر زحمه بطبيعتها، يا تران يا ولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ وجالنا بعدها اللي قال كلام كل الناس كانت عايزاه يتقال بس محدش قاله، انت فاهمني؟ كلام على الظاهره. شعبولة الصراحه غير انه ذكي هو منطقي. ايش عودة الروح؟ هو عودة الروح دي وحد عارفها غير ربنا. ويمكن من عوامل نجاحه ان هو مش بيفخمها عليك، بيتكلم عادي. بحب كلام البلد يعني. ده حتى بوش اتكلم عنه، انت ما تعرفش، ده حتى قال عنه كبان عبد الرقيم. بس هو بالمناسبه هو ما اسموش شعبان اصلا، هو اصلا اسمه قاسم، بس عشان اتولد في شهر شعبان فسمى نفسه كده. هو ابن شارع زيه وزيك، بتفهم كلامه، بيقول الكلام اللي عجز عنه كتير في وقته. يعني هو تقريبا من اول الناس اللي عبروا عن كرههم للكيان الصهيوني وقالها كده بصوت عالي. وعلى فكره هو عنده لحن واحد بس ما بيغيروش، وحتى استخدم نفس اللحن في اغنيه هبطل السجاير. ما تعيناه انضغط يمناه بيقولوا الليل وفوق السين. بص هو بيقول كل الكلام اللي هو عاوزه بس بلحن واحد، وده لحنه مش لحن حد تاني هو اللي اخترعه. هنا كان بيتكلم على الفيلم بتاعه اللي منجحش وفشل فشل ذريع، وباستخدام اللحن بتاعه كان بيرتجي الكلام بقافيه ومتساوي. الناس بيسألوني الفيلم وقع ليه؟ وقع عشان خدعوني وما صرفش عليه. وانا شايف ان اللحن ده مساعده، وشايف في نفسه الحقيقيه اللي هو ده شعبان عبد الرحيم، الراجل اللي جاي حالا لسه من على القهوه، اللي لابس هدوم على مزاجه مش لابس براند، دي هدوم شعبان اللي بجد حقيقي. وحتى لما حلمي بكر قال له انا مش حد طول عمري خلاص اما غرف سنه اللي مش خلاص غيرت لوني. عمل اغنيه سنه 2015 بعنوان امير المجرمين، بيتكلم فيها عن المسمى اللي الجماعات دي بتسميه باسم امير الجماعه، وبيترد عليه طول الاغنيه. ما افتكرش ان حد اتكلم عن الموضوع ده في اغنيه مثلا غير الافلام، معلم من الافلام، بس ما حدش يتكلم عن الحاجات دي في اغنيه، فاهم؟ فالاغنيه برضو تسمع نسبيا وتوصل لهم هناك ويجوا تهديد من الجماعه. رأيتك لقطع وصالك ان لم تتب الى الله عز وجل، وقال تعالى في كتابه. لكن هو برضو ما خافش ولا رجع. ربنا معايا. وبعدين احنا في مصر بلادنا. الاغنيه الشعبيه مفروضه عليك غصب عنك، هتسمعها حتى لو انت ما بتحبهاش. انت معرض في اي وقت وانت معدي في شارع داخل فرح تسمع اغنيه شعبي، اصل الفرح يعني شعبي من الاخر. غير ان الاغنيه الشعبي بتدي مود حلو بسبب طبع المقسوم الشرقي بتاعنا اللي بيرقص، بيبقى ساعات بيكون في رسائل عميقه برضو، زي الاغنيه الاشهر في وقتها ولغايه النهارده برضو. في ملحمة العبد والشيطان محمود الحسيني وهو شاهد على تورط العبد مع الشيطان، ولخص مشوارهم مع بعض في مواجهة سريرية ما بينهم. في مشهد مهيب الشيطان بيكشف للعبد انه وصل للنهاية ولا رجع فيها في اعتقاده يعني، وبيتباهى بقدرته في السيطرة على العقول، وبيقول وريتك الدنيا وألوانها في الآخرة علشانها، ونسيت كمان الصلاة والفرح، وبيذكروا انه سخر فيه احط الصفات البشرية وهي من الخطايا السبع المميتة. والعبد بعد مواجهته بالحقيقه والصدمه بيستنتج ان الشيطان كل افعاله بدافع الانتقام من الاله اللي فضل عليه العبد، وان هو وسيله.
الشيطان في محاولة أخيرة بيحاول يسيطر على العبد بأن واقعه هو الصح وبيدفعه للتمادي، ما تنفض وتهلس تهرتل وتفيس. وبيقنعه ان الاله ممكن التمرد عليه لكن هيفضل تحت طوعه حتى النهايه. الشيطان بيسيطر على العبد عن طريق انه يفقده وعيه بخراب حياته. ما تولع وتحشش ولعنا التنفيله. بيقنعه ان كل شيء مباح ومفيش خطر على حياته. في اللحظه الاخيره العبد بيتحرر من قيود الشيطان الفكريه وبيكتشف طريق محاربته ورجوعه للطريق الصح. وإن جيتني هبعدك بآيات كتاب الله. العبد بيكسر الجدار الرابع وبينصح الناس، والناس بقت تتعلم كل اللي حصل لي. الاغنيه الشعبيه اللي بيغنيها شبهك وشبهي، اللي كاتبها اصلا كان قاعد على القهوه مع اصحابه جنبك بيحكي مشكلتك، تقريبا كان رامي وده معاك، وساعات بينصحك وانت اصلا يمكن تسمع انه هو ما تسمعش لحد تاني، لان بتشوف انه عاصر وشاف حاجات انت كمان شفتها في الحته دي، يمكن اللي بتحسسك قد ايه هو قريب منك اصلا. الاغنيه الشعبيه فيها احلامك اللي نفسك تحققها، لو لعبت يا زهر بتعيش معاه رحله لا تتعدى ال5 دقايق وانت بترقص وفرحان. وبالنسبه لموضوع الالفاظ، انا شارب سيجاره بني. هو مش بيقولك اشرب سيجاره زيي، هو بيقولك بطريقته ما تشربش السيجاره دي عشان عملت فيها كذا وكذا وكذا، او بيقولك اضرارها. دي رساله، هو مش بيقولك اعمل زيي، وبيقولك الرساله دي بطريقه صاحبك اللي قاعد معاك على القهوه وبيهزر. بس لو عجبك المحتوى اللي بقدمه دوس سبسكرايب ولايك بالمره، ما تمشيش كده يعني.